أنا كنت في دولة من دول الخليج زي أي حد، قدّمت على فرصة شغل وسافرت فعلًا وبدأت في إجراءات الإقامة، جزء من الإجراءات دي كانت مجموعة تحاليل، عملتهم وكمّلت شغل عادي لحد ما جات لي message يوم الأربع 6/3/2019 بتقول إنه لازم أروح للمستشفى علشان في إجراءات ناقصة ولازم أكمّلها خلال 24 ساعة بحد أقصى. تاني يوم أخدت أجازة من الشغل وخدت شنطة لابتوب على ضهري ورُحت على الlocation. المكان كان يشبه لمستشفى عادية. لمّا دخلت وقُلت لهم إن أنا جات لي message بصّوا لبعض وبعتوا لي حد ياخد منّي عينة دم. بعدها فضلت مستني شوية لحد ما جه دكتور، مشيت وراه في كوريدور طويل، وبعدين فجأة وإحنا ماشيين طلع ورايا 2 أمن لحد ما وصلنا عند مبنى دور واحد بس بابه حديد. دخلت ورا الدكتور والباب اتقفل علينا من برّه، وبعدين لمّا وصلنا مكتبه لَف وقال لي إنه تحليل الHIV بتاعي طلع إيجابي، وإنهم خدوا عينة تانية علشان يتأكدوا. لو طلعت إيجابية هي كمان فلازم شركتي تكنسل الفيزا ويحجزوا لي طيارة علشان أترحل من البلد دي. وشرح لي إن أنا هاتحجز في المبنى ده لحد ما نتيجة التحليل بتاعة العينة التانية تطلع يوم الأحد إن شاء الله، لإن إحنا كنا خميس والمعامل بتقفل وهتفتح تاني لحد الصبح. انهارت واترجيته يعني إن هو ياخد باسبوري ويسيبني أمشي وأجي له الحد، بس هو قال إنه ممنوع. طلعنا من مكتبه ووداني الأوضة اللي المفروض هاقعد فيها. المهم أنا شُفت الأوضة من هنا ونزلت على الأرض بوست رجله إن هو ما يسيبنيش فيها، لإنه أنا عندي فوبيا من الأماكن المقفولة، والأوضة ما فيهاش غير شباك واحد مقفول بحديد زي السجن. الحقيقة إن أنا صعبت عليه يعني، فساب لي شنطتي وموبايلي مع إنه ما كانش مسموح وقتها. بعد ما لبست الهدوم اللي هو اداها لي قعدت هديت شوية كده، بدأت أستوعب إن الحيطان كلها والمرتبة والدولاب والحمام جوّه مرسوم عليهم كده 4 شُرَط والخامسة بتقفلهم زي السجن بالضبط، وكتابات بقى من ناس كانوا محبوسين في الأوضة دي قبلي، كل واحد كاتب هو منين والتاريخ اللي اتحبس فيه في الأوضة وقعد قد إيه، من الساعة 14:00 يوم الخميس للساعة 9:00 يوم الأحد. 71 ساعة عدّوا عليّا بالصلاة والقرآن ومسلسل Friends اللي كان بالصدفة عندي على اللابتوب. 71 ساعة كنت كل شوية باخرّج مناخيري من وسط قضبان الشباك وأغمض عينيّا وأتنفّس علشان بس أحاول إن أنا أهدى. 71 ساعة قلق وتوتر وضغط عصبي متواصلين، واللي بالمناسبة ما فارقونيش لحد دلوقتي، وبقيت محتاج إن أنا آخد دوا علشان أهدى. عارف إيه هي أصعب لحظة عدّت عليّا؟ لمّا كنت مضطر أكلم ماما على التليفون علشان ما تقلقش. هي أصعب لحظة بس وأنا بامثّل إن أنا متماسك وباضحك ومن جوايا أنا منهار تمامًا ونفسي أجري أترمي في حضنها والله العظيم أقول لها: "ماما أنا مش كويس، تعالي الحقيني علشان خاطري." المهم إن يوم الأحد جه مديرتي كانت وصلت وهي مكنسلة الفيزا وحاجزة لي طيارة مشكورة. الساعة 9:00 نتيجتي طلعت إيجابية. وقتها الدكتور خدني أنا والشابين التانيين دول علشان ياخدوا بياناتنا ومضينا على ورق وخدوا الآي سكانز بتاعتنا علشان نتمنع من دخول البلد دي نهائيًا. المهم إن أنا غيّرت هدومي وخرجت مع مديرتي من المبنى جري زي العيل الصغير. مديرتي خدتني من المكان ده للمطار، لقيت شنطي جاهزة بعد ما حدٍ ما لملم لي حاجتي، فخدتهم وركبت الطيارة ورجعت. بس قبل ما أرجع كنت كتبت حكايتي على المرتبة بالتفاصيل والتواريخ وكل حاجة. كنت قاصد إن أدّي أمل للي هييجي بعدي ويقراها إن أنا مشيت وهو أو هي كمان هيمشوا وكل حاجة هتبقى كويسة. عارف؟ باتمنى ما حدش يمُر بالتجربة دي، ولكن وإن حصل فكُلّه بيعدّي يعني، وكل حاجة هتبقى كويسة يعني إن شاء الله.